تخيل انك لو بتدور على مكان في منطقة مش كتير يعرفوه، بس المكان ده فيه حاجة هتغير حياتك وتخرجك من مشاكل كتير ممكن تقع فيها. فما بالك بقى بحد بيدور على شخص غريب معاه كتاب هو المتحكم في مصير حياته في جمهورية كاملة. استنى، قبل ما اكمل انزل دلوقتي اعمل لي سبسكرايب وفعل زرار الجرس وحضر حاجة تشربها وطفي النور وتعالى عشان احكي لك. لو اول مرة تشوفني فروح اتفرج على حلقات ارض زيكولا عشان تفهم الحلقة دي. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص من كتاب ارض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد. انا اشرف طه ودي الملخص. لما بيقرب يوم زيكولا الكل بيخاف يفرط في وحده واحده من ذكائهم، وتقريبا عرفوا بخبر مولود الحاكم، فمش هيشتري حد اي حاجه لحد اليوم ده. بعدها سالها خالد وهو بيهزر وقال لها طب واسيل الجميله تمتلك كام وحده؟ ضحكت اسيل وقالت له اسيل تمتلك كتير اكتر مما تتخيل. الوقت عدى وسواق العربيه بيؤمر الحصان انه يجري اسرع، وخالد واسيل بيكملوا كلامهم جوه العربيه لحد ما وصلت العربيه للمنطقه الجنوبيه. ونزل خالد من العربيه وشايل حاجته وشنطة أسيل، فلقى إن المنطقة دي بتختلف عن المنطقة اللي كان فيها وعن منطقة الحاكم. فكانت مبانيها صغيرة تتكون من دور واحد، وكانت المباني قليلة ولازقة في بعض، والشوارع مليانة حصنة وحمير. بعدها بص فشاف آلات زراعية قديمة، لحد ما اتكلمت أسيل وقالت له ما تستغربش، دي المنطقة الجنوبية، منطقة الزراعة في زيكولا. الكل هنا مزارعين وبيشتغلوا في أراضيهم، وبيمدوا زيكولا بالقمح والرز وباقي المحاصيل وكل أنواع الفاكهة. النهارده هتساعدني ومش هتريح زي يوم منطقة الحاكم. مشيت أسيل ومعاها خالد شايل شنطتها في شارع من شوارع المنطقة. بعدها دخلوا بيت زي بقية البيوت متكون من دور واحد، وهناك استقبلتهم ست قريبة من 50 سنة كان جوزها تعبان. المهم اليوم كان قرب يخلص، وخالد وأسيل كانوا شبه يخلصوا كل المهام الطبية، وأسيل قالت له دلوقتي تقدر تروح تدور في المنطقة دي على كتابك، وأنا هزور شوية من المرضى السيدات بعدها استناك في العربية لحد ما ترجع. بدأ خالد يدور في المنطقة دي واندهش لما افتكر كلام يامن عن كوبري زيكولا. فالمناطق ما كانتش كبيرة زي ما كان مصور له، لكنها بس محتاجة لوسيلة مواصلات تنقله من مكان للتاني. قعد تحت شجرة يكتب كعادته بعد ما دور وحس انه مش هيلاقي الكتاب في المنطقة دي، لحد ما لقى الست اللي انقذ ابنها داخلة عليه وبتقول له هو انت بتدور على راجل طويل وعريض زيك ولهجته غريبة زيك برضه لكن اكبر منك سنا؟ خالد رد عليها في لهفة وقال لها انت تعرفيه؟ كملت الست وقالت له انت فكرتني النهارده بيوم عدى من سنين طويلة. كنت وقتها عندي 17 سنة وكنت بشتغل في المنطقة الشمالية لحد ما قابلت راجل شبهك ولهجته زي لهجتك، ومراته كانت مختلفة عن ستات زيكولا، وقدم لي معروف زي ما انت عملت النهاردة واقنعني ان ارجع شغلي هنا. فسألها خالد في لهفة وقال لها يعني هو في المنطقة الشمالية؟ قالت له معرفش هو فين دلوقتي، لكنه كان هناك من 20 سنة. اتمنى انك تلاقيه هناك. لما انقذت ابني افتكرته لما شفتك، وبعد ما مشيت واحد قال لي بانك بتدور على راجل غريب فيه الصفات دي، لكنك سألت كتير ونسيت تسألني. خالد قال لها من خوفي على ابنك نسيت أسألك، بس انتي متأكدة من كلامك عن الراجل ده؟ قالت له فاكراه كويس جدا. قال لها كان معاه كتاب بيتكلم عن سرداب فوريك؟ قالت له لا معرفش، انا قلت لك كل اللي اعرفه، لكن نصيحتي ليك ما تضيعش وقتك في التدوير هنا الكل بيشتغل في الزراعة وما بيحبوش الكتب والقراية، وانا اعرف كل سكان المنطقة دي ومفيش حد فيهم بيملك الصفات دي. اتمنى يكون هو اللي قلت لك عليه. فابتسم خالد وقال لها شكرا ليكي، انا مش عارف اشكرك ازاي. ابتسمت وقالت له مش انا اللي استحق الشكر، لو ما كنتش عملت اللي عملته مع ابني اعتقد ما كنتش هسيبه تعبان وادور عليك عشان اقول لك اللي قلته لك ده. فابتسم خالد واستأذن منها ومشي بسرعة على عربية أسيل بيجري من الفرحة عايز يعرف أسيل بالخبر ده، لحد ما وصل للعربية وما لقاهاش فيها. فضل قاعد مستنيها وقلبه حاسس بقرب خروجه من زيكولا ويفتكر كلام الست ويكلم نفسه بالصدفة دي. وبعدها قعد يفكر في الراجل اللي شبهه ده ومراته زي ما قالت الست، وإنها بتختلف عن كل ستات زيكولا. هل هي أمه؟ هل هتتحقق أحلامه ويلاقيهم في زيكولا؟ لحد ما لقى أسيل بتقرب من بعيد وشايلة شنطتها. جري عليها وخد منها الشنطة وركبوا العربية وقال لها أسيل أنا لقيت أمل جديد، وحكى لها على كل الكلام اللي قالته له الست، وسألها وقال لها إحنا هنروح المنطقة الشمالية إمتى؟ سكتت أسيل شوية، بعدها بصت له وقالت له أنا ما بروحش المنطقة الشمالية. اندهش خالد وسألها بسرعة وقال لها مش بتروحي؟ طب ليه؟ سكتت أسيل تاني وبعدها بصت من شباك العربية اللي اتحركت وكأنها بتفكر في حاجة. بعدها بصت لخالد وقالت له بصوت هادي أنا وعدت حد قبل كده إني مش هروح هناك. تفتكر اني قلت لك باني دخلت الزيكولا بين الاسرى والعبيد لحد ما اشتراني راجل حكيم علمني الطب؟ كان الراجل ده بيعاملني زي بنته وبيخاف عليا من كل حاجه،
لحد ما قلت له في يوم اني هروح للمنطقه الشماليه عشان اداوي مريض، فاتفاجئت انه بيرفض بقوه وطلب مني ان اوعده اني ما اروحش هناك طول حياتي، ووعدته بده. فسالها خالد ايه السبب؟ قالت له لما سالته عن ده ما قاليش غير انها ارض كوسالة زيكولا، وما قاليش حاجه تانية لحد ما مات. وانا ما زلت محافظه على وعدي، وانا على يقين انه عنده حق في ده. انا ما لقيتش في حياتي حد يحبني ويخاف عليا زيه. سكن خالد وهو مندهش والحزن بان على وشه، وفضل ساكت كانه بيفكر هيعمل ايه، لحد ما ابتسم وبص لأسيل وقال لها وانا مش هكون سبب انك تخلفي وعدك. انا بشكرك على مساعدتك ليا الفتره اللي فاتت، واكيد مش هطلب منك اكتر من كده. أسيل قالت له هتروح هناك؟ قال لها اه لازم اروح. ابتسمت أسيل وقالت له ماشي، اتمنى انك تلاقي كتابك هناك، ولكن لو ما لقيتهوش فارجع لي، قصدي ترجع للشغل معايا على طول، اكيد مش هلاقي مساعد شاطر زيك. فضحك خالد وقال لها لما ارجع مصر هشتغل دكتور. ضحكت أسيل وفضلوا يتكلموا عن أرض زيكولا وتفاصيل اليوم لحد ما وصلت العربية للبحيرة. فنزل خالد وودع أسيل وسألته إمتى هتروح للمنطقة الشمالية. سكت شوية وبدأ يفكر وقال لها والله مش عارف، بس هحاول أروح في أقرب وقت. فابتسمت وقالت له ابقى عرفني قبل ما تروح، ولو كتبت حاجة تانية عن أسيل النجم لازم توريها لي عشان أقراها. بعدها أمرت سواق العربية إنه يتحرك. فضحك خالد وبعدها راح ناحية الشجرة اللي بيقعد جنبها دايما. طيب لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده اعمل لي لايك وكومنت، عشان الحاجات دي بتفرق في الظهور وبتساعد ان الفيديو يظهر لكذا حد. وعايزين شير كتير يا فنانين. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصل لك على طول. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.